السلام عليكم لكل مغربية وكل مغربي في المكان داخل المغرب أو خارج المغرب. من بعد المقابلة اللي جمعت المنتخب المغربي مع نظيره الموريتاني في مدينة أكادير الجميلة، بغيت نرجع اليوم بهذا الفيديو هذا ونتلاقى معكم ونحاولوا نحطوا النقاط على الحروف في بعض المسائل اللي كانت في هذه المقابلة، واللي شكلات يعني مشكل وزاد تعقدات المأمورية بالنسبة للمنتخب المغربي والطريقة باش كيلعب. اذا لاحظتوا غادي نرجع معكم شويه لكاس العالم. غنبداو من كاس العالم وحنا جايين. اذا لاحظتوا في كاس العالم وبالضبط في المقابله الاخيره او في دور النصف النهائي اللي جرى بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، المغرب تحت واحد المأزق، الا وهو ان فاش فرنسا ماركات علينا الهدف الاول والهدف الثاني، فاحنا كنا اضطرينا اننا نخرجوا نلعبوا الكره. اليوم كتسمعوا كل شيء اللي كاع هاد المحللين اللي كيحللوا في الكره في الكره المغربيه وبالضبط بخصوص المنتخب المغربي، كيقولوا بان المغرب ما كيعرفش فاش كيخرج يلعب الكره، ما كيعرفش يماركي او ما كيقدرش يماركي او ما كيقدرش يخلق فرص حقيقيه للتسجيل، وحتى الا خلق ديك الفرص الحقيقيه للتسجيل فما كيكونش تحقيق ديال الاهداف او ترجمتها لاهداف. وهذا مشكل كيعاني منه المنتخب. وفعلا هذاك الماتش فرنسا فاش غادي ترجع وغادي تجي وغادي تفرج في المنتخب المغربي هنايا في البرازيل ضد المنتخب البرازيلي في المغرب في مارس اللي داز، هذه دابا عام، فراه كان المغرب لعب دائما بنفس الخطه بلوك با وكيهاجم واستطاع يسجل، ولكن فاش جا يشارك في كاس افريقيا وهنا فين غادي يوقع التغيير، انه ولا كيلعب، كان مضطر انه يخرج يلعب الكره. ففي جميع المقابلات باستثناء المقابله الاولى ضد تنزانيا اللي هو منتخب ضعيف جدا، حنا كنعرفوا المستوى ديال المنتخب التنزاني ضعيف جدا، فمن المغرب راه ما قدرش يخلق شي فرص ويسجلها. خلق فرص، اللي نقولوا خلق فرص ولكن ما قدرش يسجل. كاين واحد العقم هجومي خطير. دابا تزاد عليه مشكل اخر، شنو هو اننا جبنا هذاك اللاعب المتميز الكبير ابراهيم دياز، ولكن فين كاين المشكل؟ ان عندك ابراهيم دياز وزياش ما قدرش وليد الركراكي يخلق واحد الانسجام بين هاد جوج لعابه. طبعا غتقولوا لي الانسجام كيجي مع مرور المقابلات وبزاف ديال المقابلات يتلعبوا وغادي تخلق الانسجام بين زياش وبين دياز، ولكن خاص الدور ديال المدرب يكون دور كبير هنا ويحدد المهمه ديال كل واحد داخل الملعب. دياز كيلعب في الوسط وكيمشي على الاطراف، ولكن زياش كيلعب على الطرفين بجوج، على الطرف ديال الجهه ديال اليمنى والجهه اليسرى. وزياش الى خرجتي له على هاد الجوج جهات هذا فكيدوخ. وهو كان عنده واحد الانسجام قوي مع المثلث ديال حكيمي وناحي اللي ما بقاش بحضور دياز. هاد المثلثات هادو ولاو كيغيبوا بحضور دياز، وهذا الشيء تاكد في المقابله ديال انغولا وفي المقابله ديال موريتانيا. هذا مشكل ثاني غادي يزيد يعقد المأموريه على وليد الركراكي وخلانا ما نقدروش نسجلوا الاهداف. وبالتالي هذا مشكل حقيقي الان كتعاني منه النخبه الوطنيه. وكاين المشكل ديال ان في الماتش ديال موريتانيا الركراكي حاول انه يدير تغيير وسط الميدان، لكن دخل جوج اللعابه في ضربه واحده، العزوزي وريشاردسون. فاش كتدخل ريشاردسون وعزوزي اللي ما عمرهم لعبوا اونصومبل في واحد الماتش اللي هو كتحاول تلقى فيه واحد التوليفه في وسط الميدان اللي تقدر تفك الشفره ديال المشكل ديال العقم الهجومي، فراك انت كتغامر. علاش غامرتي؟ لان ربما خليتي جلستي امرابط ودخلتي هاد الجوج هادو وكنتي ظنا منك ان ربما غادي يتغير وغادي تعطيك شي خلطه عجيبه. ولكن انا شخصيا، انا هذا الموقف ديالي، كان ممكن تخليه مرابط وتدخل معاه واحد في هذوك الجوج، وغالبا كنت تدخل معاه ريشاردسون وعاد تخلي العزوزي لدوزيام ميطا، وكنتي تدخل الكعبي وكنتي تدخل النصيري واحد فيهم يدخل كاتاكون، ورحيمي ما كاينلاش نبقاو زعما نحاولوا نعقدوا له المأموريه اكثر ما كانت معقده. هو السيد في رجلو وكيلعب، وهادشي تاكد. فاش يجي خصو بلاصتو راه باينه فين كيلعب رحيم، زعما بلا ما نحاولوا ربما كنتي تعطيه ميطا كامله وتعطيه ميطا كامله للبن الصغير. الا لاحظتوا دابا وليت كنهضر معاه مباشره مع الركراكي. المهم انا كنظن شخصيا هادو هما المشاكل اللي كاينه الان في المنتخب الوطني. وهاد المشاكل ما نساوش انها يعني غير بعيده على الاربع شهور تقريبا اللي بقات، 4 شهور وشي حاجه، على اقصائيات كاس العالم. وهذا الشيء يعني راه ما بقاش فيه فين بنادم يزيد يضيع الوقت. والركراكي خصو يجلس مع الطاقم التقني ديالو يجلسوا الارض ويفكروا في خطه مزيانه، ويحاول يكثر من الفيزيوناج ويحاول يكثر من التواصل ولو هاتفيا مع اللعابه، ويقول لهم يشرح لهم شنو باغي وشنو باغي منهم، ويفرض شخصيته ويحيد ديك العاطفه وديك الهضره ديال الحب وداك الشيء يحطوه في واحد البلاصه. راه بعض الخطرات كنكونوا كنحبوا شي واحد بزاف وكنتعماو على المساوئ ديالو.
فماشي عيب انك تقول لزياش بغيتك تلعب هكا، وماشي عيب تقول لدياز انا بغيتك تلعب هكا. ولكن خصنا نعرفوا حنا المغاربه ان زياش له دور مهم ومهم جدا فاش كيحضر. الدليل انه فاش كيغيب كيكون تاثير كبير على النخبه الوطنيه وعلى الاداء ديالهم. يعني زياش عنده واحد الدور مهم. وابراهيم دياز واحد اللعب اللي ما كانش عندنا في المنتخب، واحد النوع ديال اللعب ما كانش عندنا ولا جديد. هذا خصنا نستغلوه لصالحنا، ماشي يكون ضدنا. هادشي اللي خصو يكون.